حتى Pirates of the Caribbean بيجيبوا أفكارهم من الأساطير. فخليني أوريك ازاي نستخدم حاجة شبه كده في الروايات بتاعتنا. بس خليني أحكي لك أصلا ايه هي أسطورة الهولندي الطائر. يقال إن في أواخر القرن التمنتاشر كان في قبطان هولندي اسمه هنريك فان ديركن. المهم هو قرر إن هو يتحرك من أمستردام لأقصى جزر الهند الشرقية، يجيب شوية حاجات شبه توابل وحرير وأصباغ ويرجع بيها هولندا ويبيعها مرة كمان. السفينة وهي بتعدي من رأس الرجاء الصالح قابلت عاصفة مدمرة أطاحت بالأشرعة والسواري بتاعت السفينة، والناس كانت بتموت. الطاقم اتوسل للقبطان فاندير إن هو يرجع ويعكس مسار الرحلة، لكنه رفض تام وأمرهم إن هم يكملوا التحرك في العاصفة دي. ناس كانت بتقول إن هو اتجن، وناس بتقول إن هو كان سكران وقتها. المهم إن السفينة دي في الآخر غرقت في مياه جنوب أفريقيا. ويقال إن عقابا على العناد بتاعه ده حكم عليه وعلى سفينته إن هي تبحر في المحيط للأبد مع طاقم شبحي من القتلى. لا هم عمرهم هيرسوا على بر، ولا عمرهم هيرسوا في ميناء أبدا تاني. أي حد بيمع النظر في سفينتهم الطيفية بيجيله سوء الحظ. ويقال إن سفن كتيرة جدا اتدمرت بسبب الموضوع ده، عشان كده سموها السفينة الشبح. احكي لي بقى عزيزي الكاتب، لو احنا عايزين نستخدم نفس الفكرة دي بس في الرواية بتاعتنا، مش ممكن مثلا ان بطل الرواية يكون كان على سفينة اتدمرت، وبعد كده سفينة الشبح دي لقيته في وسط البحر فقرروا ان هم يضموه للطاقم بتاعهم، بس اول لما هو طلع على السفينة اتحول لشبح، وتكمل بقية الرواية على ان هو بيحاول يرجع لبشرية تاني عشان يرجع لزوجته واولاده. بس احكي لي بقى عزيزي الكاتب، لو هتستخدم فكرة السفينة الشبح في الرواية بتاعتك هتستخدمها ازاي؟